يا جموع الناس قد آن الأوان أبدعوا وأطلقوا كل العنان بالفؤاد والأيادي واللسان إننا قوم خلقنا قيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. في البداية أرحب بكم جميعا في برنامجكم اليومي برنامج شباب الصحابة، وكما أرحب بزميلي وبمن يصحبني في التقديم أخي وصديقي عبد الرحمن. حياك الله أستاذ عبد الرحمن. حياك الله أخوي أنس، وحيا الله المشاهدين ومشاهداتنا الأفاضل الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية نود أن نرحب بكم عبر قناتنا قناة سلام. أيضا يمكنكم مشاهدة هذه الحلقة عبر البث المباشر عن طريق صفحتنا في الفيسبوك، وأيضا عبر قناتنا في اليوتيوب. طيب، مبدئيا نود أن نشكركم على تفاعلكم في الحلقة الماضية. صراحة ما شاء الله التفاعل أمس كان جميل جدا من مشاهدينا الكرام. أيضا نزولا عند رغباتكم واقتراحاتكم، وبالمناسبة نحن نستقبل جميع الاقتراحات والمشاركات عبر رقمنا الظاهر أمامكم على الشاشة. الاقتراح الذي وصل من قبلكم أننا غيرنا سياسة البرنامج، حيث كانت المتسابق مضطر أن يجاوب يوميا، سواء كان باتصال أو برسائل أو بمشاركة عبر صفحتنا في الفيسبوك، حتى يدخل معنا في السحب. وبإذن الله سوف تكون إجابة واحدة في إحدى الأربع أيام تكفيك بإذن الله للدخول في السحب. يعني المتصلين أمس اللي جاوبوا معنا إجابة صحيحة إن شاء الله بإذن الله أنهم دخلوا في السحب. نعم، دخلوا في السحب. أيضا الإخوة الذين شاركوا في المنشور الذي يظهر أمامكم، أو عفوا الذي يظهر في صفحتنا على الفيسبوك، بإذن الله سوف يدخل مباشرة في السحب. وأيضا نود أيضا أن نذكر وقت انتهاء استقبال الإجابات. بإذن الله آخر وقت لانتهاء استقبال الإجابات هي الساعة 6 تماما، يعني مع انتهاء الحلقة مباشرة. أيضا استقبال الاتصالات كذلك. طيب، ودنا نذكر أيضا جواب الحلقة الماضية ما ذكرناه للمشاهدين. بإذن الجواب هو الصحابي الحسين بن علي رضي الله عنه، هو جواب حلقتنا الماضية. مبروك لمن أجاب إجابة صحيحة، وحظ أوفر لمن أجاب إجابة خاطئة، وبإذن الله تعوض اليوم وغدا معك إلى يوم الخميس. طيب، ودنا يا أنس تذكر المشاهدين بالجوائز وسياسة الدخول في السحب. نعم، آلية الجوائز بإذن الله عز وجل ستكون بمسارين. مسار عبر الاتصال الهاتفي، سنستقبل اتصالاتكم يوميا، وكما ذكر زميلي عبد الرحمن أن اتصال واحد كفيل بأنك تدخل معنا في السحب. وسيكون جائزة الاتصال المباشر $400 للاتصال المباشر. أما عن التعليقات أو الرسائل في صفحتنا في الفيسبوك أو التعليقات حول قناتنا في اليوتيوب، ستكون الجائزة $350. نعم. طيب، بداية ندخل في موضوعنا، وهو بالمناسبة موضوع شيق جدا ويرتبط كثيرا بعنوان برنامجنا، ألا وهو شباب الصحابة. ألا وعنوان حلقتنا يا أخي أنس هو عن المبادرة، وتعريف المبادرة في اللغة العربية، أو أقرب تعريف لها وهو أبسط أيضا تعريف، هو السبق إلى اقتراح ما أو إلى أمر ما قبل الآخرين. بمعنى أنك أنت تكون لك الخطوة الأولى أولا، يعني تكون لك الخطوة السريعة، هذا أولا. أيضا تكون هذه الخطوة تسبق الآخرين. فهذا هو تعريف، قد نقول أنه تعريف مبسط، يعني يعرف مصطلح المبادرة. نعم. أيضا المبادرة قيمة إنسانية عظيمة جدا، بها أيضا تكمل القيم. فأيضا من أهداف هذه المبادرة أن تكون مثلا في عمل، وأن تكون ترى أن العمل يحتاج إلى أنك تبادر، يحتاج أنك تطرح رأي، يحتاج إلى أنك مثلا الأمر يحتاج إلى تدخل منك، يحتاج إلى مبادرة سريعة بحيث أنك أنت تحل الأمر في وقت معين وفي وقت قصير جدا. وعادة المبادرة ما تكون يعني في أمور ناقصة، في أمور تحتاج إلى تطوير أكثر، تحتاج إلى أن تصبح من مستوى متدني إلى مستوى أعلى. نعم أستاذ عبد الرحمن.
جميل جدا. وأيضا سبحان الله المبادرة مرتبطة بخلق عظيم جدا في الإنسان، ألا هو الإحساس بالمسؤولية. فتجد الشخص عندما يشعر بالمسؤولية مباشرة إحساسه الداخلي بالمشكلة نعم. يدفعه إلى المبادرة إلى حل ما. نعم. أيضا تجد الناجحين في العالم تجد عندهم الإحساس بالمسؤولية، فتجد عنده يا إما أهل أو حرصه على نفسه أن يطور من نفسه، حرصه على الأشخاص الذي يكون مسؤول عنهم، كلها مرتبطة بالمبادرة. أيضا أستاذ عبد الرحمن، إنجاز الأمور. ترى بعض الإخوة أو بعض الأشخاص في موضوع إنجاز الأمور يحاول يتجنبها سبحان الله خشية من آراء الآخرين. فهذا ما يعني يقلل المبادرات في هذا العالم، هو الخوف من رأي الآخرين. فتجد يعني سبحان الله بيجي يطرح مبادرة، لا يقول لك لا أنا أنتظر هنا، خوفي أن المقابل هذا يرد علي برد يسيء لي، فأنا أتحفظ بالمبادرة تبعي. نعم. مع العلم لو أنه طرح المبادرة حقه سيصل يعني يوصل إلى أمور طويلة جدا. نعم. ويفتح منها ويسد النقص الموجود في القضية. نعم. أيضا يعني من صور المبادرة، وأنت ذكرت أنه الناس يعني يتهربون من المبادرة. سبحان الله تجد الشخص المبادر تجده سبحان الله مؤثر في المجتمع، يعني يعرف أن هذا شخص مبادر. وتجده غالبا في المشاكل التي تحصل في المجتمع، مثل إصلاح ذات البين عفوا، وأيضا المشاكل التي تحصل بين الأهل. تجد سبحان الله في كل عائلة شخص معين يعرف أن هذا الشخص هو الشخص الذي يربط العائلة ببعضها، وهو حلقة الوصل، وأيضا هو حلال المشاكل في هذه العائلة سبحان الله. نعم. أيضا لابد لنا وللمشاهدين والمشاهدات الكرام أن يكثروا من العمل التطوعي. لابد من الإخوة المشاهدين والمشاهدات الخوض في العمل التطوعي والأعمال التي فيها روح القيادة. غالبا الشخص والفرد عندما يكون يدخل في عمل قيادي دائما ما تجده روحه مبادرة سبحان الله. تجد روحه مبادرة في الآراء، تجد روحه مبادرة في كثيرا من الأمور، بحيث أنه يصلح الأمور. جميل. ما هو من اللي يعني يتخبى أو يتهرب من المبادرة، بحيث أنه يعني يتصدى لرأي الطرف الآخر أو من هذا القبيل. نعم. وسبحان الله أيضا المبادرة هي من الإسلام، بل هي من صلب الإسلام أيضا. يقول الله عز وجل في كتابه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. مصطلح سارعوا أي بمعنى سابقوا، أي خذوا الخطوة الأولى في المسارعة إلى الخيرات، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم أيضا وجنة عرضها السماوات والأرض. نعم. وخير ما نتمثل بهم يا إخواننا المتابعين في هذه القيم السامية هم الصحابة سبحان الله. نعم. فتجد سبحان الله كما ذكرنا في الحلقة الماضية الحسين بن علي، تلقاه يعني عرف بالهمة. نعم. وتجد الصحابي لهذه الحلقة عرف بالمبادرة. نعم. فسبحان الله خير ما نقتدي بهم في هذه الحياة هم الصحابة. تجد سبحان الله كل صحابي معروف وله محاسن سبحان الله، وسنذكرها بإذن الله في برنامجنا بإذن الله عز وجل. يعني عنوان الحلقة مرتبط اليوم بالصحابة الكرام الذي سوف يطلب من المشاهدين أن يعرفوه. نعم. طيب دامك ذكرت الصحابي، دعنا نذكر بعض من خصاله. صحابينا لهذا اليوم يا أنس بيان لقب بحواري النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. ولقب حواري أي بمعنى من خاص النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه المقربين ومن الناس الذين يستشيرهم في المشاكل وفي المعضلات. وسبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم عرف هذا الصحابي أنه النبي صلى الله عليه وسلم ما طلبه إلا وجده، ما احتاج شيئا إلا وجد هذا الشخص من السباقين إلى حل هذه المشكلة. وهذا الأمر مرتبط طبعا ارتباطا كليا وأساسيا بالمبادرة. أيضا من ضمن خصاله هو أول من أشهر سيفا في الإسلام سبحان الله. مبادرة. نعم. عندما خرجت الشائعة بمقتل النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم عليه، خرج متوحشا بسيفه سبحان الله.
لم ينتظر أمر من أمير أو أمر من الخلفاء الراشدين، خرج بنفسه وبادر بحيث أن يلغي هذا الأمر سبحان الله. لأن في هذاك اليوم أو خرج أو شاع خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج متوحشا بسيفه سبحان الله، وبادر سبحان الله، ما انتظر لا أمر لا من أمير ولا من الخلفاء الراشدين بحيث أنه يأخذ هذا الأمر ويطلع فيه، لا بادر بنفسه سبحان الله. حسه الداخلي يأمره أن يأخذ الخطوة الأولى. نعم. وهذه أهم صفة في المبادرين. أيضا حتى ننظر إلى شخصية هذا البطل وهذا الصحابي الكريم، نجده من أوائل من أسلموا. نعم. يعني في بداية الدعوة أبو بكر الصديق رضي الله عنه جمع عددا من الصحابة، كان هذا الشخص من ضمنهم ومن أوائل من أسلموا، فقيل هو سادس 6 أسلموا في الإسلام، وقيل هو سابع 7 أسلموا في الإسلام. نعم. نعم سبحان الله يا أستاذ عبد الرحمن، تحس أن روح المبادرة فيه من الصغر. إيه حتى تجد سبحان الله أنه من ضمن الأوائل في الإسلام. نعم. تجد سبحان الله الله عز وجل يعني زرع فيه حب المبادرة منذ الصغر، وأسلم سبحان الله وهو في عمر 15 وقيل 6. فسبحان الله منذ الصغر سبحان الله أستاذ عبد الرحمن روح المبادرة يعني الله عز وجل زرعها في جسدي سبحان الله عز وجل. نعم. وعندما ننظر إلى هذا العمر يعني 15 سنة، وننظر أنه كان السبقين بالإسلام، يعني نعتقد أنه كانت حياته صعبة. يعني نعتقد أنه كانت يعني حياته يعني كان يعيش حياة ممكن في البادية، كان يعيش حياة صعبة، كان مو مرتاح في حياته. والحقيقة خلاف ذلك تماما، كان مرفها في حياته سبحان الله، وكان من عائلة غنية وثرية، وكان من أثرياء مكة، فترك هذا كله واتجه إلى الإسلام. طيب أستاذ عبد الرحمن الحديث معك شيق، ناخذ اتصال بسيط. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أخي، عرفنا عليك ومن أين أنت؟ معك أخوك أسامة يا حبيبي. يا أهلا ومرحبا بالأخ أسامة، يا مرحبا، حياك الله أستاذ. من أين تكلمنا أستاذ أسامة؟ من اسطنبول. يا مرحبا، يا أهلا وسهلا أستاذ أسامة، الله يحييك أستاذ أسامة. هل بعد هذه المقدمة اتضح لك من الصحابي؟ اي نعم باذن الله، الصحابي الزبير بن العوام. الزبير بن عوام، أسامة من تركيا. هل أنت متأكد أسامة بحيث الإخوان في الكنترول يوثقون إجابتك؟ بإذن الله. اي نعم بإذن الله. الله يجزاه خير. أسامة ابن من؟ عطنا اسمك كامل الله يسعدك. أسامة إدريس. أنعم وأكرم أستاذ أسامة، انتظرنا يوم الجمعة إن شاء الله في فرز الإجابات الصحيحة، وبإذن الله نتمنى لك حظا طيبا إن شاء الله. بإذن الله. الله يجزاه خير أسامة، شاكر لك ومقدر. طبعا أستاذ عبد الرحمن، نرجع لمحور الحديث. سبحان الله، الصحابي الجليل كان من شدة ما عرف أنه مبادر كان عمه يعذبه سبحان الله. عمه تولى بنفسه مسؤولية تعذيبه، فمن شدة ما عرف بأنه صاحب المبادرات، صاحب يعني الذي لا يخشى مواجهة العدو ولا يخشى رأي الآخرين، فكان يبادر. فالأعداء سبحان الله كانوا يعني يخافون منه سبحان الله، يتربصون. أي نعم. فسبحان الله عمه بنفسه تولى تعذيبه، فهذا يعني من الغرائب في قصص الصحابة سبحان الله. سبحان الله. نعم. عندك أيضا في ذكر خصاله في المبادرة، كان أيضا سبحان الله نحن نذكر المبادرة والصحابي يعني يتجسد تجسدا كليا بالخصال التي نتكلم عنها. كان الصحابي سبحان الله من أوائل من هاجروا إلى الحبشة. نعم. وأيضا من أوائل من هاجروا إلى المدينة، فكان مبادر في الهجرتين، في الهجرة إلى الحبشة الهجرة الأولى، وأيضا في الهجرة الثانية إلى المدينة. نعم أستاذ عبد الرحمن، لا نقاطعك لكن الاتصال بسيط ونعود إليك. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا ومرحبا أخي، عرفني عن اسمك ومن أين أنت؟ ريان محمد عبد الله من إريتريا.
ريان محمد عبد الله من إريتريا. جميل. هل بعد هذه المقدمة أستاذ ريان هل اتضح لك من الصحابي الجليل؟ نعم إنه الزبير بن عوام. الزبير بن عوام. هل أنت متأكد أستاذ ريان ولا نعطيك فرصة أخرى؟ أثبت إجابتك؟ لا متأكد. إيه نعم. أثبت الإجابة. الله يجزاه خير أستاذ ريان، انتظرنا إن شاء الله يوم الجمعة في فرز الإجابات، وبإذن الله نتمنى لك حظ طيب أستاذ ريان. طيب ما شاء الله اليوم اتصالات من البداية ما شاء الله. طيب نستقبل اتصال آخر، نقول ألو السلام عليكم، أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي من معي ومن أين تكلمنا؟ معك صهيب من السودان. صهيب من السودان، حياك الله أخوي صهيب. أخي صهيب، نبارك لك شهر رمضان المبارك، ونسألك هل عرفت من هو الصحابي لهذه الحلقة؟ الزبير بن العوام. الزبير بن العوام. إجابة الأخ صهيب. اسمك بالكامل أخوي صهيب؟ صهيب عبد الحافظ. صهيب عبد الحافظ. صهيب عبد الحافظ، نشكر لك جزيلا مشاركتك معنا، ونتمنى لك حظا سعيدا. اتصال آخر. ناخذ اتصال آخر. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. الو. اهلا ومرحبا. اخي عرفني على اسمك ومن اين انت، اسمك بالكامل الله يهينك. حياك الله. عرفني على اسمك بالكامل ومن اين انت. الو تسمعني يا اخوي؟ قطب. الاخ مين؟ خالد القطب. خالد القطب. اهلا ومرحبا بك استاذ خالد. من اين تكلمنا استاذ خالد قطب؟ قاعد اكلمك من اسطنبول. حياك الله. الله يحييك استاذ. هل الان تاكدت من الصحابي؟ نعم الصحابي الجليل زبير بن العوام. الزبير بن عوام. شكرا لك استاذ خالد، نتمنى لك ان شاء الله حظا طيبا. ايضا معنا اتصال اخر. حياك الله. من معي؟ الو. اهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخي الفاضل حياك الله. من معي؟ من اين تكلمنا ومن معي؟ معك وليد محمد عبد الجليل. وليد محمد عبد الجليل، حياك الله اخي وليد. من وين تكلمنا؟ من السودان. من السودان، حياك الله. هل سن لك معرفة من الصحابي لهذه الليلة؟ ايوه، الصحابي هو الزبير بن العوام رضي الله عنه. حياك الله اخوي وليد، ونتمنى لك حظا سعيدا. جزاك الله خير على مشاركتك. ناخذ اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اخوي عرفني عن اسمك ومن اين انت، اسمك بالكامل الله يهينك. سعيد عبد القادر. سعيد عبد القادر. انعم واكرم، يا مرحبا حياك الله. هل تسنى لك ان تعرف من الصحابي لهذه الحلقة؟ الزبير بن العوام. الزبير بن عوام. شكرا لك اخي، نتمنى لك حظ طيب. خش في فيسبوك. والى اتصال اخر. حياك الله اخي الفاضل. من معي؟ عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخي الفاضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تسمعني يا أخوي؟ يا مرحبا. أسمعكم زين. حياك الله. عرف بنفسك ومن أين تكلمنا؟ معك عمار محمد عبد الله من اسطنبول. عمار محمد عبد الله، حياك الله أخي عمار. هل عرفت من هو الصحابي لهذه الحلقة؟ نعم الصحابي الجليل الزبير بن العوام رضي الله عنه. شكرا جزيلا مشاركتك أخي عمار، وأنتظر إلى يوم الجمعة في السحب الكبير. ما شاء الله الاتصالات اليوم كثيرة جدا. نعم. ناخذ اتصال. السلام عليكم. طيب استاذ ضحان، نرجع الى محور حديثنا. سبحان الله، تجد الصحابي الجليل لهذه الحلقة شهد جميع الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نبدأ بالغزوات التي خاضها ناخذ اتصال. نقول السلام عليكم. الو. السلام عليكم.
يا هلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، حياك الله أخوي. عرفني عن اسمك ومن أين تكلمنا. معك نبيل أمين علي. يا مرحبا يا مرحبا أستاذ نبيل، حياك الله. من أين تكلمنا أستاذ نبيل؟ أكلمك من اسطنبول تركيا. يا مرحبا يا مرحبا أستاذ نبيل. هل تسنى لك معرفة الصحابي لهذا اليوم؟ إي نعم، الصحابي الجليل الزبير بن عوام. الزبير بن عوام. الزبير بن عوام. شكرا لك أستاذ نبيل، نتمنى لك حظا طيبا أستاذ نبيل. إلى اتصال آخر. حياك الله أخي الفاضل، من معي؟ طيب على ذكر ممكن الاتصال رجع. ألو أهلا وسهلا، تسمعني يا أخوي الفاضل؟ يا حياك الله أخوي الفاضل، من معي؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخي الفاضل، من معي؟ الله بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. جزاك الله خير يا أخي، من معي؟ معك جاويد الخياط من اسطنبول. جاويد الرصيان، حياك الله أخي جاويد. من وين تكلمنا؟ الله من اسطنبول. حياك الله أخي من اسطنبول، ما شاء الله جمهورنا من اسطنبول غفير ما شاء الله. هل تسنى لك معرفة جواب هذه الحلقة؟ نعم، الصحابي الجليل الزبير بن عوام. الصحابي الجليل الزبير بن العوام. الاسم مرة أخرى؟ جاويد الخياط. جاويد الرخيان، حياك الله أخي جاويد. طيب بودنا يا أنس أن ننبه الأخوة المشاهدين أنه مجال المشاركة مفتوح في عنوان هذه الحلقة، أيضا تتصل وممكن تجيب، وأيضا إذا كان عندك مشاركة بسيطة حول المبادرة فالمجال مفتوح للجميع، نستفيد ونفيد. نعم. نرجع أستاذ عبد الرحمن لمحور الحديث، ألا وهو كما ذكرنا قبل الاتصال الهاتفي بأن الصحابي الجليل هذه الحلقة حضر جميع الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتخلف عن أي معركة أو غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. دائما تلقاه مبادر في الغزوات والجهاد، تلقاه مبادر في الصفوف الأولى سبحان الله، رغم أنه مثلا عندها الأهل وعندها الأخوان وعندها الأبناء، لكن سبحان الله تلقاه المبادر لرفع كلمة لا إله إلا الله. سبحان الله. نعم، في الصفوف الأولى. وتجده أيضا مبادرته هذه أثرت عليه، لكنها أثرت عليه يعني ماديا، ولكنها لم تؤثر عليه معنويا أبدا. بالعكس، بل تزيده من ذلك، يعني تزيد كل ما اشتد عليه العذاب كل ما زاد عليه زادت المبادرة. طيب أحبتنا الكرام، وصلنا وياكم إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. وأطلقوا كل العنان بفؤادي والأيادي واللسان، إننا قوم خلقنا قيم. يا جموع الناس قد آن الأوان، أبدعوا وأطلقوا كل العنان بفؤادي والأيادي واللسان، إننا قوم خلقنا قيم. مشاهدينا الأفاضل الكرام، بعد الفاصل طيب على عجالة نذكر بعض من خصائله وفضائل هذا الصحابي الجليل. طيب ممكن احنا نستقبل اتصالات ايضا. نعم. اذا كان في اتصال سعادة المخرج ممكن تعطينا الاتصال. طيب ايضا الى ان نجهز الاتصال، ممكن ايضا في النقطة اللي ذكرتها قبل الفاصل، قيل انه مبادر في المعارك، يعني سبحان الله مبادرته هذه اثرت عليه ماديا، حتى انه ما خلا جزء من جسده من طعنة او رمح او ضربة سيف، حتى ان احد الصحابة شبهها بالعيون الغائرة، وذلك لشدة الآثار المادية والحفرة التي كانت على جسده. أيضا بالمناسبة عندما كما ذكرنا أن كان دائما من المبادرين في الحروب والغزوات، ولم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي حرب، سمى كل أبنائه سبحان الله بأسماء شهداء، راجيا أن يحذوا مكانتهم أو يحذوا بشهداء الصحابة أو كما قيل. نعم. أيضا فتجد سبحان الله الشيء الذي زرعه في نفسه المبادرة أصبح يربي عليه أجيال ويربي عليه أبنائه، بحيث أن حتى أبنائه
يصبحون من أصحاب المبادرات العالية ومن أصحاب المبادرات السريعة، وكما ذكرنا أنهم لا يخشون آراء الآخرين. تلقاهم دائما مبادرين بالخيرات، مسارعين، لا يخشون آراء الآخرين. فتجد الآن في هذا الزمن الواحد مثلا جالس في جلسة ولا جالس في مدرسة أو جالس في شركة، يخاف أنه يبادر من أجل رأي مثلا المدير الذي هو أعلى منه. تجد أن المدير الذي أعلى منه سيرد عليه بكلام قاسي، فيجي يقول لك لا، أنا المبادرة حقي أخليها أحتفظ بها لنفسي من أجل أني ما أشوف ردة فعل الآخر. نعم. طيب تمام. أيضا سبحان الله تجد صاحب المبادرة هو بحد ذاته مؤثر، يعني هو لا يخشى كلام الناس، وأيضا ويؤثر في الناس. ممكن نستقبل اتصال أخير. حياك الله أخي الفاضل. ألو. أهلا وسهلا. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. من معي؟ اسم الصحابي الجليل زبير بن عوام. ألو. نعم نسمعك يا أختي الفاضلة. أولا عرفي بنفسك ومن أي بلاد تكلمينا. يبدو أن الاتصال سيعود بعد قليل، لكن دعنا عبد الرحمن نرجع إلى الأمر الذي كنا فيه، ألا وهو أنه سمى جميع أبنائه بأسماء الشهداء. يعني يريد أن كما ذكرت قبل الاتصال أن يربي الشيء الذي زرعه الله في نفسه على أبنائه، بحيث أن يجد في هذه الأمة من يبادرون لرفع كلمة لا إله إلا الله عز وجل. نعم. وصور مبادرة قد يظن البعض أن صور مبادرة يعني أو قبل النقطة اللي أذكرها دعنا نستقبل اتصال. ألو. السلام عليكم. أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أخي، من أين تكلمنا وعرفنا باسمك الكامل؟ الله يسعدك. من السودان، عمار تاج الدين علي. عمار تاج الدين. أستاذ عمار. أيوة من السودان. من السودان، نعم. هل تسنى لك معرفة الصحابي لهذه الحلقة؟ الصحابي الجليل الزبير بن العوام إن شاء الله. الزبير بن عوام، شكرا لك، نتمنى لك حظا طيبا. تواصل معنا إن شاء الله وشاهد حلقة الجمعة، ونتمنى لك إن شاء الله حظا طيبا وموفقا. نعم أستاذ عبد الرحمن. طيب سبحان الله الوقت داهمنا. نعم. وما شعرنا بالوقت مع مشاهدينا الكرام، ما شاء الله اليوم اتصالات كثيرة، وبالمناسبة نعتذر إليكم أعزائنا المشاهدين لضيق الوقت وكثرة الاتصالات لم نستقبل جميع الاتصالات، ولكن بإذن الله يحالفكم الحظ غدا وبعد غد، هناك الفرصة متاحة للجميع. أيضا نذكركم أنه آخر وقت لاستقبال الإجابات عبر صفحتنا على الفيسبوك في التعليق هي الساعة 6، أي بنهاية الحلقة. أشكر لك زميلي أنس في تقديم الحلقة، وأشكر لكم مشاهدتكم الطيبة. نوصلنا وياكم إلى نهاية حلقتنا هذا اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جموع الناس قد آن الأوان، أبدعوا وأطلقوا كل العنان، بالفؤاد والأيادي واللسان، إننا قوم خلقنا قيم. أبورح رمضان بركاني قرآن